الخير. اليوم نتحدث عن الآلات الموسيقية الشرقية، حيث أنها تنقسم إلى 3 أقسام: الآلات الوترية التي هي العود والقانون، والآلات النفخية التي يتكون من الناي، والآلات الإيقاعية التي يتألف من الدف. اليوم طلابنا سيتكلمون عن هذه الآلات. العود من الآلات الوترية. يتألف العود من الصندوق المستطيل الواجهة الذي فيها فتحة تساعد على الزيادة رنين الصوت، وهذه زند العودي، وهذه المفاتيح، وهذه الأوتار، وهذه الريشة، وهذه الصوت. هو ليست آلات موسيقية شرقية، وإنما هي آلات موسيقية وترية. هذا صوت البيانو. الناي من الآلات النفخ، وهي آلة مصنوعة من القصب مجوف، وهي مفتوحة الطرفين لها 6 ثقوب من الأمام والثقوب السادحة من الوراء، وهي هذه الصوت. الدف هو آلة الإيقاع مشهورة، والدف مستدير الشكل وغالبا ما يصنع على هيئة إطار من خشب خفيف يشد عليه جلد خفيف. هذا من صوته.